بين الجزائر والمروك باش ما تروحوش تشوفوا تقولوا يا ايه كلات ماريكان، وحنايا ما زلنا بحال موريتانيا، واحنا باقيين بحال السنغال، والمروك ولات ميريكان. ماذا يحدث عندما يزور الجزائريون المغرب لأول مرة؟ ردود أفعال غير متوقعة وصور مذهلة عن المغرب. يا تبون يا راس القرنون يا المغبون، ما فهمتش انا بلادنا على ماشي دايره كيما هكا. شو الطريق كيفاش دايره ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد على ذلك. شو الطبيعه، شو الطريق فاش دايره. تقول سطات خويا، شوف راك تشوف ولا ماكش تشوف. تبع انت حسبك انا كي راني ندير لي فيديو نديرهم هكاك وخلاص. انا اللي نبارطاجي لك باش دير الثقافه في بلادك، باش بلادك تصلحها كيما هكا. إذا كنت قد سمعت من قبل عن كرم المغاربة، فهذا الجزائري جربه بنفسه ولم يصدق ما حدث له. هكذا هم المغاربة، كرم بدون حدود وضيافة من القلب. خوتي والله عباك ما فهمت حاجة. المغرب اللي كنتو تحكيو لي عليها في الجزائر صح؟ هذه المغرب اللي راني فيها دوكا. واش حكيتو لي كاع مازال ما شفتوش. ناس ما شاء الله، ناس تضحك معاهم، ناس يكرموا، ناس كاع فرحانين، ناس كاع لاتين بحياتهم، ناس يعني والله غير واش كنتو تحكيو لي واش جيت شفته هنا ماشي كاع كيف ناس يفرحوا بيك، ناس يكرموك، ناس والله غير يعجز اللسان عن التعبير. والله غير حسيت روحي راني في بلادي، حسيت روحي راني في ماشي في بلادي، حسيت روحي راني في بلادي صح. ناس فرحوا بيا، ناس تضحك معاهم، ناس مكرامين، ناس يكرموك، ناس مضيافين. قلت لهم بلي انا جزيري عباك فرحوا بيا. واش كنتو تحكيو لي كاع؟ ماكش منه خاوتي، والله ما كاين منه يا خاوتي، اقسم بالله ما كاين منه. في الجزائر الطوابير الطويلة للحصول على الحليب أصبحت مشهدا وروتينا يوميا، لكن عندما دخلت هاته الجزائرية إلى مرجان في المغرب لم تصدق ما ترى. الحليب متوفر في كل مكان ولا طوابير، تجربة تغير نظرة الزائر تماما. ندب على ايامك راك قاعد تاني الحليب، مام الحليب هنا يا جماعه. انا حاوجي انا الله يبارك جبل تاع الفرماج يا جدك. جا كملوا اصحاب الدقه المراكشيه، كملوا اغنيه. خلاص انا قلبي وجعني في بلاصتهم. مام الفخوماج هنا قابض الطابور، مام الفخوماج حوجي انا الحليب تاني، الحليب الاشكال والانواع تاع الحليب. الله يبارك، اللهم بارك. شوفوا لي الانواع تاع الحليب، شوفوا لي الانواع تاع الحليب يا جماعه، شوفوا لي الله يبارك. ما هنا الحليب ها يما 5 دراهم تشري هذه تروحي تشربيها بارده تبردي على قلبك. راهم يقولوا لي بلعي فمك جوهره. شنو بلع يما؟ انا نروح نقولها في الميكروفون. هذا تاع البز، هذا اللي عنده البز، هذا تاع البز. هيا الحليب قابض الطابور يا جدكم. هذا جامي شفته انا، هذا حليب جديد عليا انا جامي شفته. الله يبارك. ها فيه الفيتامين دي والفيتامين ا. الله يبارك الله يبارك. والله المغرب راح لبعيد. شاط عنده الحليب فيتامين دي وفيتامين ا. الحليب تاع البز المهم هذا خالتي حليب تاع البز. شوفوا لي الله يبارك. يا خلايا أول شيء لفت انتباه هذا الجزائري عند وصوله إلى المغرب هو نظافة الشوارع والتنظيم الرائع.
لم يكن يتوقع ذلك إطلاقا. بالفعل المغرب تطور بشكل كبير، وهذا ما يلاحظه كل زائر يزور البلد لأول مرة، سواء كان جزائريا أو أجنبي. تحسبوني عند الله هود المغرب العقل ديالي تسطى وحبس وخرج مخي خرج دار هاك. قلت واش راني في دبي، واش راني في قطر، واش راني ما لقيت حتى حاجه اللي بغات تمثل. المغرب شفته راه بعيد بعيد، تبارك الله تبارك الله، الله يخلي محمد السادس وربي يحفظه ويطول في عمره. يا المغرب مشى بعيد يا خوتي. ايوا نحكي لكم، مشيت ديت واحد الساندويتش والبيبان المغرب مفتوحه. يا خويا غير هضر، غير قول لهم ناكل، والله ما خلصت. ندخل القهوه ما خلصت، دخلت الريستوران ما خلصت، مشيت ما خلصت والو. البلاد الكرام يا بلاد الكرام، فين راهم بلاد الكرام؟ راهم منا في المغرب، في المغرب يا بلاد الكرام يا خوتي، بلاد الكرام. مشيت جبت واحد الساندويتش، دخلت لواحد البرك، والله يا خوتي ذاك البرك اقسم بالله الى كامل الرخام حشمت انا نتمشى ونق. مازال عايشين في العهد نتاع الطين. شوف يا بابا، شوف النظافة، شوف اللي جوين تاع الأطفال، شوف النظافة يا بابا، شوف يا بابا، شوف هذه تواليت. شوف يا بابا، شوف يا بابا، شوف هذا الاسانسور، هذا البيرو اخوتي تاع البوليس. شوفوا نظافة اخوتي. هنايا تحت اخوتي، تحت الجليج هذا، هنا الباركينغ تاع السيارات، هذا كله باركينغ اخوتي. يا اللي راك تقول المغرب تاع الطين. شوف نظافة، شوف نظافة بابا، شوف نظافة. عادي والله، راك تقول راك في السويد ولا. شوف واحد يقول لك مملكة تاع الطين. شوف مملكة تاع الطين. شوف هذا هو الباركينغ. شوف نظافة خوتي الباركينغ. شوف ما شاء الله، صبرك الرحمن. الأسواق المغربية عالم آخر تماما. هذه الزائرة الجزائرية لم تكن تتوقع هذا التنوع الكبير في المنتجات، ولا هذه الجودة العالية. من زيت الأرغان إلى الكسكس المغربي، تجربة مميزة جعلتها تفكر في العودة إليه مجددا. هذا تاني السميد خاوتي، كومبلي فرينة، عندهم كلش. كاش طابور وهكا والو. صحاب مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. والله الشيء اللي لفت انتباهي كي ندخل أسواق تجارية الكبرى في المغرب نجبر صندوق التبرعات. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. كحل يلي قلبك، كحل كحل كحل. ها هو هذا الزيت، هذا يقولوا له الزيت، كانش عليه ولا طابور ولا والو خاوتي. جيت الرفدية واش تحبي. هذا زيت أرغان الله يبارك، هذا زيت الزيتون. ها هو الزيت في المغرب، وين تروحي تجبريه كاش مشكل، كاش طابور، كان والو. تشري واش تحبي، كانش مشكل. هكذا كانت تجربة هؤلاء الجزائريين في المغرب، شهادات صادقة كشفت لهم حقيقة هذا البلد الرائع. أخبرونا في التعليقات ما رأيكم في ردة فعلهم، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك لمزيد من المحتوى الحصري. نراكم قريبا في فيديو جديد. سلام.